يسعد اوقاتك استاذ دريد. اهلين. كيفك يا عزيزي؟ اهلين. عزيزي ممكن سؤال لو سمحت؟ كانت مواطنة سورية زعلت كثير على ليلى عوض انه حطوها بالسجن، هل صحيح انه انت استدرجتها الى سوريا؟ منو هاي؟ الفنانة ليلى عوض. مين؟ الفنانة ليلى عوض. شو بها؟ هل صحيح استاذ دريد انك انت من استدرجتها وقلت لها تعالي ما حدا حيقبض عليكي، قام قبض عليها النظام السوري والان هي معتقلة بتهمة الارهاب؟ اعوذ بالله يا اختي. هذا الحكي مو مزبوط؟ اعوذ بالله، انا لما بدي اقول لفنان تعب بيطلع على حدود بستقبله وبيجي انا وياه. رح اقرا لك استاذ دريد، رح اقرا لك ما كتب. ذكر السيناريست سامي الرضوان المعروف بانه مؤلف مسلسل الولاده من الخاصره باجزاء ثلاثه ان الفنان دريد لحام هو من غرر بالفنانه ليلى عوض واستدرجها للحضور الى سوريا، حيث بادر الامن السوري لاعتقال الفنانه عوض عند نقطه حدود السوريه اللبنانيه. يا قلبي هذا كله افتراء وكذب، الله وكيلك. يعني انت ما لك دخل بهالموضوع. لا يمكن خون زميل مهما حصل. طب ممكن تساعد باخراجه بما انك فنان استاذ دريد؟ يا ستي انا مو دريئه، انا مو شايفه من سنتين ثلاث. حتى لو مالك شايفها، هي مو انسانه احتجزها الان النظام السوري القمعي بتهمه ان هي خطر عليه؟ خطر عليه بشو هي؟ لا طبعا لا. خطر عليه بشو هي؟ اللي بشو خطر عليه استاذ دريد؟ لا شو بيطلع بايدنا نحكي، وين بيطلع بايدنا نحكي بنحكي بها. لو سمحت انك تساعدها استاذ دريد، لانه مو بس تساعدها، تساعد كل السوريين المعتقلين بسوريا، مو بس فنانه يعني ليلى عوض. يا قلبي طالبت اكثر من مره بانه افراج عن كل سجناء الرأي قبل سجناء الجرائم والاطفال والنساء وطالب كمان. يا استاذ دريد، يا استاذ انا بتشكرك انك عم تحكي معي، انت كنت قبل ما بدك تحكي، بس بدي اقول لك شغله صغيره. طالب باخراج الشيعه من سوريا، مو الشيعه عم بحكي تحديدا، حزب الله وكتائب وفضل العبد. طالب باخراج الايرانيين، طالب بكل اخراج كل انسان له اجنده غير سوريه بسوريا. حتى اذا كنت حتى انا معك انه نحن ضد حتى كل الارهاب اللي عم يصير من داعش اللي هي دوله العراق والشام، بس ليش يحجزوا الناس؟ ليش يحبسوهم؟ على اي اساس هذا النظام؟ هل تعلم يا استاذ دريد اني انا منعت من تجديد جواز سفري مرتين لاني معارضه؟ هل تعلم ذلك؟ انا اسمي ميسون بيرقدار. ان شاء الله اسمي ميسون بيرقدار، سجل عندك هذا الاسم. انا منعت من تجديد جواز سفري مرتين من المانيا من هذا النظام الجائر الحقير. هو بس شو اسمه يا اختي، بس ينطلعوا كل المقاتلين يلي مو سوريين تنحل مشكلتنا. عزيزي اللي مو سوريين هن من حزب الله، هن من العراق، هن من ايران، هن من روسيا، من الحوثيين، هذول كلهم من سوريا. طبعا نعم. ولا السعوديين ولا لا لحظه انت هلا ذكرت حاليا لا الليبيين ولا السعوديين. لحظه بدي لك شغله، اذا في انسان عم يساعدنا لاجنده معينه له هذا انسان واطي حقير، ولكن اذا واحد ما عنده اجنده وشاف السوريين ما حدا ساعدهم لمده 3 سنوات استاذ دريد، واجا بدون اجنده بس اجا ليساعد امك واختك وبنت جيرانك، فهذا ما في عليه مشكله وما في خوف منه. مين عم تحكي؟ مين عم تحكي؟ عم بحكي على اي انسان حس بايه. شيشان مثلا. لك يا ابني استاذ دريد بدي اسالك سؤال. لا يا اختي انا بدي اسالك سؤال. أمة عربية واحدة. لحظة ممكن اقول لك شغلة؟ خليكي. ممكن اسالك مو من اهداف أمة عربية واحدة. انا ضد وجود اي واحد غير سوري على الارض. ممتاز. طلع لي بلش لي بفضل العباس وكتائب ميليشيات حسن نصر الله والحوثيين، بلش فيهم استاذ دريد، هاجمهم لهدول. يا اختي مو شغلتي هاي، مو شو شغلتك لك؟ شو شغلتك؟ مو انت التنفيذ تبع حياتنا كنا نشوفها بمسرحياتك انت. طيب يا عيني انا مو قائد جيش ولا امر اركان. انت صاحب كلمه. انا صاحب كلمه، بقدر احكي بس اكثر من الحكي ما بقدر. لك مو انت قلت بمسرحياتك والله يا مو ناقصنا الا شويه كرامه؟ هي الشعب السوري اعطاك كرامه هلا بيومته على هذا الدكتاتور اعطاك كرامه، قال لك تفضل احكي. عم تفهمي علي ولا ما عم تفهمي علي؟ عم بفهم عليك. ايه انا ما بيطلع بايدي غير احكي ولح بحكي وخلصنا. طيب لو سمحت تساعد كل الناس المحتاجين مساعدتك استاذ دريد. يا اهلين يا اختي. يلا السلام عليكم.